بس انا مش عارف الكلام ده ينفع اقوله ولا لا. بس من السنين اللي فاتت دي كلها واللي شفته، مفيش تبطيل من غير ربنا. مم. للامانه يعني. طب دي نقطة مهمة جدا. يعني انا ما شفتش حد مبطل من غير ربنا. حتى في الخطوات بتاعت زمالات الادمان، يقولك اول خطوه ان انت تعترف ان انت عاجز قدام الشهوه او المخدرات او زي ما يكون. الخطوه الثانيه لازم تتوصل بالايمان ان في قوه اعظم منك هي اللي هتقدر تساعد. تشفيك وتساعدك. فالتبطيل بعيد عن ربنا مش مستمر، ده انا بحسه امتناع. انا متوقف بس عن الماده المخدره ومنتظر. لكن اللي يقدر يساعد او يخليني استمر هي الايمان او الدعم الروحي. الدعم الروحي، العلاقه الشخصيه ما بينه وبين ربنا. ده في يعني انا بقول لك ان المدمنين بيشوفوا ان يوم التبطيل هو معجزه. فتخيلي ان هو مثلا عامل 365 يوم سنه، 365 يوم معجزات. فهو بص مدى العلاقه اللي بينه وبين ربنا. اقول لك على حاجه كمان، اوقات بحس ان المدمنين طريقهم الروحي اقصر من طريق الغير مدمنين. لان هو بيبقى المدمن دوت راح وجرب حاجات كتيره وفي كل حته اتهان واتبهدل واتاذى، فما بيصدق يلاقي طريق ربنا. بيبقى احتياجه اقوى واول ما بيلاقيه بيمسك فيه ما بيسيبهوش. مع بركات التعافي، معلش يعني انا بسمع ناس بيقول انا اسيب ايه بعد اللي انا ضايقه دوت، اسيب ربنا ازاي، واسيب بركات التعافي اللي انا فيها ازاي، واسيب النجاحات والخير اللي ربنا مدوني ازاي عشان اروح اضرب ضربايه. انا ما اقدرش اتخيل ان انا اقدر اعمل كده. بصي وصلوا لمرحله من ايه؟ هل ده برامج نفسيه؟ ده برامج نفسيه وحاجات مساعده، بس اللي بيغلف ده كله وجوهر ده كله هو الله والإيمان. ما احنا ما نقدرش ننكر ان احنا اتخلقنا روح ونفس وجسد. بالظبط. فمهما سددنا الامور النفسيه ومهما سددنا الامور الجسديه بنفضل برضو في احتياج لتسديد الجزء الروحي. فمهما هربنا من الفكره دي وعايز اقول لك ان الانسان، يعني علم النفس بيقول ان الانسان دايما في شيء مفقود بيبحث عنه ولغايه ما يموت مش هيلاقيه. تقريبا ان الادمان هو عدم التحمل ان انا اقدر استحمل ان في شيء مفقود وانا ببحث عنه مش لاقيه. لما بيوصل لعلاقه مع الله بيحس ان هو ده الشيء المفقود اللي انا ببحث عنه ومش لاقيه، وهو ده اللي بيبقى لب التعافي، الموضوع نفسه. اساس التعافي.